مش كل وجع في المفاصل يبقى خشونه، في مرض خطير اسمه الروماتويد المفصلي. المرض ده بيبدأ بأعراض بسيطة زي تيبس في الإيدين في الصباح، لكن مع الوقت لو ما تشخصش صح وتعالج ممكن يسبب تآكل في المفاصل وتشوهات، وكمان يأثر على أعضاء تانية زي القلب أو الرئة. خلونا النهاردة نعرف كل حاجة عن الروماتويد، أسبابه وأعراضه وحتى العلاج ونمط الحياة. الروماتويد عبارة عن مرض مناعي اللي فيه جهاز المناعة بيبدأ يهاجم الغشاء المبطن للمفاصل. نتيجة ده بيحصل التهاب مزمن ويبدأ يحصل تآكل في الغضاريف والعظم، ده بيسبب تشوهات. الروماتويد مرض مزمن، لكن العلاج المبكر ممكن يخلي المريض يعيش حياة طبيعية. ومن أهم أسبابه العوامل الوراثية، زي وجود جينات معينة بتسبب المرض ده. وطبعا الستات أكتر عرضة للمرض ده من الرجال، وغالبا بيكون بين عمر ال30 وعمر ال50. بنقسم الأعراض بتاعته لثلاث حاجات. أول حاجة الأعراض المبكرة، اللي هي عبارة عن ألم وتيبس في المفاصل زي مفاصل الإيدين والأصابع والأقدام. التيبس ده غالبا بيبقى الصبح بدري وبيقعد أكتر من نص ساعة. كمان المريض بيحس بإرهاق شديد وفقدان للشهية. أما الأعراض التانية هي أعراض متقدمة شوية، بيبدأ فيها المفاصل تورم وتحمر. كمان بيحصل بعض التشوهات زي انحراف الأصابع أو فقدان حركة المفصل، وبيبدأ المريض يفقد جزء كبير من وزنه ويحصل له ضعف عام. أما ثالث نوع من الأعراض هي أعراض خارج المفاصل، زي إن المريض يبدأ يحصل له جفاف في العين والتهابات، تليف وارتشاح في الرئة، التهاب وتصلب في شرايين القلب، والتهاب في الأعصاب، والتهابات في الجلد. أما التحاليل والفحوصات المطلوبة للكشف عن المرض ده فأولهم هو الار اف أو الروماتويد فاكتور، وده بيطلع إيجابي عند 70 أو 80% من المرضى. أما تحليل الأنتي سي سي بي أنتي بودي فده أكتر دقة، وتحليل السي ار بي اللي هيبين لنا إن في التهاب في الجسم، والسي بي سي اللي هيبين لنا إن في أنيميا. أما وظائف الكبد ووظائف الكلى فضرورية جدا قبل وأثناء فترة العلاج. كمان بنحتاج أشعة MRI أو إكس راي عشان توضح لنا التآكل. أما العلاج فالدكتور هيبدأ يكتب لك أدوية مسكنات زي الأرثروفاست، ودي مسكن ومضاد للالتهابات، وده تركيزه 150، بيتاخد مرة واحدة بس كل يوم، وده هيسكن لك الألم ويقلل لك الطوارئ. ودي طبعا مش هتوقف المرض، هي بس هتسكنه. كمان الدكتور بيبدأ يكتب لك كورتيزون، وده عشان يظبط جهاز المناعة عشان ما يهاجمش المفاصل، وده طبعا بيتاخد تحت اشراف طبي عشان نتجنب الاعراض الجانبيه بتاعته زي البيتافوسفور. وثالث نوع من الادويه هي ادويه معدله لمسار المرض، ودي ادويه اساسيه في العلاج زي اليونيتريكسيت او الهيدروكين، ودول بيبطئوا تطور المرض وبيحافظوا على المفاصل. اما احدث العلاجات اللي موجوده دلوقتي هي اسمها العلاجات البيولوجيه، ودي غاليه جدا ولازم متابعه دقيقه مع الدكتور، ودي بيلجأ ليها الدكتور لو كل اللي فات ده ما بيجيبش نتيجه. ودي بتستهدف مواد معينه في الجهاز المناعه عشان تخليه ما يهاجمش المفاصل. اما النصايح اللي لازم اقولها لك لو انت مريض روماتويد، انك لازم تلتزم بالمشي كل يوم نص ساعه، وتعمل جلسات علاج طبيعي لتقويه العضلات وحمايه المفاصل. تاخد بعض المكملات الغذائيه زي فيتامين دي او الاوميجا 3، وتاكل اكل صحي. وفي الاخر عايز اقول لك ان الروماتويد مرض مناعه خطير، لكنه مش حكم بالاعاقه، واخد الدواء زي ما قال لك بالظبط هيخليك تعيش حياه طبيعيه. لو عندك اعراض زي الم الصبح وتيبس في المفاصل ما تسكتش على نفسك، وبسرعه روح على الدكتور.